السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أم عبد الله ات هوم، أم عبد الله في البيت. والنهاردة هعمل لكم أسهل تورتة اسفنجية وإزاي نزينها، وهتطلع معاكي ناجحة إن شاء الله من أول مرة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير عشان الكل يستفيد. وندخل على المقادير على طول. نص كيلو دقيق سبونج شوكولاتة جاهز منخول، 5 بيضات، ربع كيلو كريم شانتيه، كيس فانيليا، معلقة كاكاو مر كبيرة، نص كوب ماء ساخن بس مش مغلي، كوباية ونص مية متلجة، معلقة خل، واحيانا كتير ما بحطهاش. وللتزيين معانا كرات شوكولاتة ملونة، 100 جرام شوكولاتة خام او شوكولاتة بلبن او اي نوع بتحبوه. ممكن اضيف اي حاجة للتزيين ده حسب رغبتك. نجيب الخلاط ونحط فيه البيض ونضرب كويس لحد ما يتضاعف حجم البيض. بعد كده نضيف المية السخنة بالتدريج ونضرب تاني لحد ما يتضاعف الحجم مرة تانية. نضيف دقيق الاسبونج على مرتين ونضرب لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بس الكيكة لسه ما خلصتش لان احنا هنضربها تاني. فهنجيب طبق ونحط فيه الخليط ونضرب اما بمضرب سلك يدوي لمدة ربع ساعة في اتجاه واحد، وممكن استخدم مضرب الكهرباء لمدة 5 دقايق. نضيف الخل والفانيليا واحنا بنضرب، والضرب بيكون في اتجاه واحد. واحنا بنضرب نبدأ بسرعة متوسطة، وبعد كده بنرفعها واحدة واحدة. ونخلي بالنا واحنا بنضرب نفصل المضرب، مش نشغله ل10 دقايق ورا بعض عشان ما يتحرقش منك. بعد ال10 دقايق نلاحظ القوام اختلف وتقل عن الاول ولونه بقى افتح من الاول زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد كده نجيب صينية مقاس 26 او 24، ندهنها بشوية زيت ويفضل سمنة في الارضية والجوانب، ونصب الخليط فيها. نجيب خشبة خلة نحاول نخرج فقاعات الهواء منها، بس اوعي تخبطيها على الارض او الرخامة لانك هتخرجي كل الهواء اللي انت دخلتي فيها. سخن الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق، وندخلها الفرن لمدة من 35 ل 40 على حسب درجة حرارة الفرن. ملحوظة هامة جدا، ما تفتحيش الفرن عليها قبل 25 دقيقة من دخولها الفرن علشان مش تهبط منك. بعد 35 دقيقة نعمل الكيك اختبار النضج، وده بسكينة أو خشبة خلة ندخلها فيها. لو خرجت نظيفة تبقى استوت. نسيبها في الصينية لمدة دقيقتين. بعد كده نعملها بالسكينة من الجوانب عشان نتأكد إنها مش لازقة، ونطلعها من الصينية عشان ما تلزقش فيها. ونبدأ نحضر الكريمة على ما تبرد الكيكة. نجيب الخلاط ونحط فيه كوباية ونص مية مسلجة، ونحط عليها الكاكاو ونضرب كويس. بعدين نحط الكريمة ونضربهم مع بعض تاني. بعد ما يتجانسوا سوا ناخد الخليط ده ونحطه في طبق ونضرب بالمضرب السلك مرة تانية. نحط الكريمة في التلاجة. هنجيب الكيكة بتاعتنا بعد ما بردت ونبدأ نقطعها نصين زي ما انتوا شايفين. ناخد اول جزء ونحط عليه الكريمة، وانا ما بحطش عليها سيرب لاني بعملها في نفس اليوم فمش محتاجة. اما لو سبتها لتاني يوم نسقيها بالسيرب. والسيرب ده عبارة عن نص كوباية مية زائد نص كوباية سكر بيغلوا دقيقتين بس، وبسقي بيها الكيكة. بعد ما غطيت الطبقة الأولى بالكريمة نحط الطبقة التانية عليها ونغطيها بالكريمة كلها بالجوانب. بعد كده نجيب أي قمع موجود عندك ونحطه في كيس كريمة أو كيس تلاجة ونحط الكريمة فيه، ونبدأ بتزيين التورتة بأي شكل تحبوه. وأنا زينتها بأسهل طريقة ممكن تعملوها، وده شكل تاني في قالب مستطيل بتزيين مختلف. ولو حابة أقولك على أي أسباب فشل الكيك. أول حاجة اللي بيبوظ الكيكة بتاعتك إنك تخرجي البيض من التلاجة وتشتغلي بيه، لازم يكون في درجة حرارة الغرفة. تاني حاجة إنك ما تسخنيش الفرن لمدة 10 دقايق على 180. تالت حاجة إنك تفتحي الفرن عليها قبل 25 دقيقة، وإن شاء الله هتطلع معاكي ناجحة من أول مرة، وبالهنا والشفا.